جمعية المكفوفين الخيرية، رؤية بالمدينة المنورة. الوقف الخيري حلم جميل لكل كفيف، بدعمكم نرتقي بهم. جمعية المكفوفين الخيرية، نرسم للكفيف معالم الطريق. قرآننا حياة، في حياتنا أحداث نعيشها ولها في قرآننا آيات تمسها. في قيم الهدى نحاول بأساليب سهلة وعملية أن نربط حياتنا بآياتنا لنحيا بها ونعيشها. قيم الهدى، قرآننا حياة. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتأكل الأرواح، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح، من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وانتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بصحة وعافية. نطلع عليكم في هذا العام بإطلالة جديدة من خلال برنامج سفراء الوحي، واللي يعنى ويهتم بأهم كتاب موجود في العالم وهو القرآن الكريم. يمكن احنا بنشتكي كثير من النوازل الموجودة في الأمة، يمكن حتى على مستوى البيئة الخاصة، على مستوى البيت عندنا كثير من الإشكاليات. حلها الوحيد إنه نرجع إلى خارطة الطريقة الأولى والمتمثلة في القرآن الكريم. نحاول في برنامج سفراء الوحي إنه نعقد علاقة جديدة ومختلفة لك مع القرآن الكريم. في سفراء الوحي جمعنا لكم أشهر وألمع أسماء موجودة في عالم القرآن الكريم. خلينا نطلع مع بعض نستقبل ضيوفنا اللي توهم واصلين. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بصحة وسلامة وعافية. إطلالة جديدة هالعام في برنامج سفراء الوحي، إطلالة قرآنية فريدة. اليوم إحنا في برنامج سفراء الوحي قاعدين نتكلم عن أجمل وأروع وأحلى كتاب منزل اللي هو القرآن الكريم. إحنا اليوم في سفراء الوحي جبنا لكم مشاهير القراء في العالم الإسلامي حتى يعطوكم تجربتهم القرآنية. اليوم إحنا نعاني في المجتمع من كثير من المشاكل، منها مشاكل اقتصادية، ومنها مشاكل على مستوى الدول، ومنها مشاكل على مستوى الأفراد داخل البيوت. هذه المشاكل سببها الوحيد إنه إحنا بعدنا عن القرآن الكريم. إحنا اليوم بحضور هالمشايخ الرائعين قاعدين نرجع الناس إلى المعين الأول، جالسين نرجع الناس ونرسم لهم خارطة الطريق اللي تساعدهم على رسم ملامح الحياة. اليوم
لا يمكن أن ننشئ أي خطة تطويرية بدون القرآن. اليوم لا يمكن أن ننشئ أي نجاح على المستوى الخاص أو المستوى العام بدون الرجوع للقرآن. كثير من الإشكاليات الموجودة عندنا حلها في أنه نرجع للقرآن ثاني مرة. اليوم مشايخنا ما شاء الله تبارك الله كل واحد منهم علم وصاحب يعني مكانة عظيمة. أنا اليوم يعني أحسد وأغبط إني جالس بين هالثلة المباركة، وأتوقع أنه الموسم السنة هذه حيكون متميز خاصة بوجود المشايخ الكرام. خلوني قبل ما أبدأ الحلقة أعطيكم خاطرة موقف حصل معي وحنا في طور الإعداد لبرنامج سفراء الوحي. كنت قاعد أحاول إنه يعني ننجز في أسرع وقت ممكن، فوصلت مرحلة خلاص تعبت، يعني صار الحمل علي مرة ثقيل. فأرسلت رسالة لأخونا الشيخ عبد العزيز، قلت له شيخ خلاص يعني تعبت. فرد علي برد، سبحان الله هذا الرد ما أدري هو باور، أعطاني طاقة كده إني أنطلق. حكينا القصة شيخ. بسم الله. زي ما قال أخونا عبد الله، كنا في الإعداد، هو في إندونيسيا أنا في جدة. هو عنده بعض المهام يقوم فيها وأنا عندي بعض المهام أقوم فيها. أنا مشغول في اللي عندي ومتواصلين على طول. فجأة أرسل لي كده، أظن كان بالنسبة لنا في جدة في السعودية في المساء في الليل، أرسل لي رسالة قال لي أبو ملهم أنا تعبت. يعني أنا بالنسبة لي في جدة هذه بتسوي لي كمان حتى أنا توقفني، برنامج خلاص أنا على النهايات. فسبحان الله جات في بالي آية، فمباشرة أرسلت له هي. سمعنا يا بصوتك شيخ عبد العزيز. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كانت هذه الآية الأخيرة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قلت له يا عبد الله العمل للقرآن مو زي أي برنامج ثاني، حيحتاج جهد مضاعف جدا. بعد التعب إن شاء الله الأمور كلها بتكون إلى خير. الحمد لله طلعنا في أول حلقة بفضل الله. الحمد. من الأشياء اللي أنا سبحان الله أحمدها للمشايخ، وهذا ما هو مدح لهم، إنه ما في أحد منهم رفعنا عليه تليفون وقلنا يلا نبغاك تشارك، كان يترك كل مواعيده. الشيخ أبو عبد الرحمن يعني إحنا اليوم نتشرف بتواجدك معنا وإطلالتك. يمكن أنت أكبرنا علما وأكثرنا قدرا والله. دقيت عليه الشيخ في لندن وكان عنده مجموعة من المواعيد، عنده ارتباطات وعنده التزامات، فقال لي عبد الله خلاص أعطيني بس يومين أرتب أموري. الشيخ ما شاء الله تبارك الله رتب أموره ودفع، قال لي إحنا معاكم. أخونا الشيخ أبو محمد رجل مرتبط بعمل ودوام، قال لي أنا حخلص أموري وأرتبها وحشارككم. الشيخ وديع، الشيخ أحمد، الشيخ سعيد، كل واحد منهم كان يتفاعل معنا مباشرة في إنه يكون مشارك. فعلا هذا البرنامج اليوم ماشي ببركة أهل القرآن ومحبتهم. خليني أخذ تجربة كل واحد منكم مع القرآن. أخونا أبو عبد الرحمن، أنت اليوم موجود في لندن بعد فترة طويلة في السعودية. واقع القرآن عند الجالية المسلمة في لندن والمشاريع القرآنية الموجودة هناك، وأبغاك تكلمنا عن حاجة كنت تقول لي قبل الهوا. تقول لي إنه عبد الله دائما لما تبغى تتكلم في حاجة اقرأ قرآن. ليش؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الذي يعيش في الغرب يرى إقبال عظيم على القرآن الكريم، لأن كل واحد من الوالدين يرى أنه لا عاصم لابنه من الانزلاق في كثير من الشرور أو في كثير من الأمور التي يعني لا يحب أن يكون ولده عليها، إنما هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يعصم الله به الإنسان من الضلال، من الانحراف، من الغلو يمينا أو شمالا. ولذلك الله عز وجل دائما يذكر هذا في القرآن الكريم بأن سبب النجاة وسبب الثبات على هذا الطريق إنما هو في هذا القرآن. وإذا أراد الإنسان الهداية
في أي جانب من جوانب الحياة فلن نجدها إلا في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمر من الأمور. فتجد أن الآباء يعني حريصين جدا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، وعلى أن ينشأوا عليه وأن يربوا عليه حتى يكونوا نواة صالحة في مجتمعهم. شيخ أحمد، درة أهل الكويت، تجربتك في السوشيال ميديا، أنتم الشيخ وديع ما شاء الله على قولهم مجانين السوشيال ميديا، الناس مقبلة عليكم بشكل كبير، كيف تجربتكم؟ تحتاج رقية وكذا. هذه مشكلة عندنا، هذه مجنون ووحش ومرعب وكذا يعني المجنون بالكويتي ماذا تنطقونه؟ مينون. ما شاء الله. أعطينا شيء. طبعا يا جماعة أنا أتكلم عن المواقع التواصل الاجتماعي عموما، تويتر، انستغرام، سناب شات. والله يا شباب تكفون اللي ما عنده حساب بالتويتر أو انستغرام أو سناب شات يدش، لأن الناس ما تصدق شو متعطشة. تصل بعض المقاطع القرآنية إلى 70,000 مشاهد في غضون 20 ساعة بعد ما تحط البوست. في اليوتيوب وصلت بعض تلاوات المشايخ إلى أكثر من 6 ملايين. زين، هذه الأعداد الهائلة اللي قاعد تسمع القرآن وقاعد تتأثر بالقرآن، إحنا ليش مخلينهم أصلاً؟ ليش إحنا منزوي في بيتك أنت يا صاحب الصوت الجميل يا صاحب القرآن وما قاعد تنفع بالناس وتنزل هذه؟ خليني، أنت لما وصلت اندونيسيا جوك 2 من القراء الموجودين في اندونيسيا عرفوا انك انت هنا عن طريق السناب شات. اي والله. كيف وجدت مساله اني انا بالانستغرام حطيت باللوكيشن اني انا في اندونيسيا، يو للفندق وسلموا علي وقروا نفس قرايتي. والله العظيم انت شفت الموقف اللي حدث، تفاجأت يعني فعلا كان موقف مؤثر جدا بالنسبه لي. وشافوا الشيخ وديع، يعني شيء صراحه كان عظيم جدا. الشيخ وديع، الناس يعني تعرف الشيخ وديع صوتا عن طريق اليوتيوب، وانا واحد منهم. يعني انا اسمع عنك ما شاء الله تبارك الله، لكن ما يعني لما شفتك اتفاجأت. خدمك اليوتيوب؟ والله اليوتيوب، وكما قال الاخ احمد جزاه الله خير، بالنسبه يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الساوند كلاود، اليوتيوب، الانستغرام، تويتر، اوصلك للجمهور جدا. ثانيا انا صراحه يعني تواصلي بهذه الاشياء ضعيف جدا، وما لي يعني الا حساب شخصي انا كوديع في التويتر. اما البقيه ففي اخ جزاه الله خير ماسك البرنامج، وحقيقه يعني انا تاثرت تاثر قوي جدا بسبب شيء واحد. الاخ هذا يقول لي والله يا ودي، انا ما ادري طبعا عن يقول لي والله تجيك دعوات انت ما تشعر يمكن. الله أكبر. يدعون لوالديك ويدعون لك بالفلاح والنجاح والفوز والجنه. فقلت سبحان الله، يعني زي هذه ترفعك وانت ما تشعر. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم يا رب. شيخ، انت بارع في مجال التعليم، واذكر انه كنت مره في لقاء احنا نمسي عليه بالخير الشيخ الشريف حاتم عوني، وكان يقول انه احنا بعض الشباب لما يجي يسال عن فكره الالحاد او يبغى يلحد، فاحنا نجي نقول له اتق الله وخاف الله وانت ايش بتسوي، يمكن على قولنا نطرده شويه. مع انه الشيخ حاتم عوني يقول انه في القران اكثر من 70 دليل على وجود الله، لكن لسه الناس ما استخرجوها، الناس ما. تجربتك انت في تربيه الاولاد بالقران؟ التجربة حقيقة أول حاجة يعني موضوع الإلحاد اللي ذكرته، أحد الناس اللي يناقشوا في الإلحاد يقول أخذت أتناقش مع واحد على الإلحاد وأحاول بالإقناع بالعقل، قال مصر على ما هو عليه. قلت له اقرأ بداية سورة الجاثية، قال وقرأ وكأن يعني سبحان الله تغير تماما. وهذا الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له أبا الوليد، لما قال يا محمد أنت خير من عبد الله، أنت خير من عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم كان تركه يتحدث. بعدما انتهى قال فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال إذن فاسمع. وقرأ بداية آيات سورة فصلت، وسبحان الله فتح فاه ووضع يديه خلفه، فكان موقف. لذلك القرآن سبحان الله مؤثر حقيقة. يعني إحنا صنعنا برنامج اسمه قيم الهدى. هذا البرنامج صنع بناء لأنه وجدنا لما قرأنا يعني قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وابن القيم ذكر أنواع للهجر القرآن الكريم. ومن أنواع الهجر يعني طلع الهجر ليس في التلاوة فقط، هجر بالعمل بالقرآن الكريم، الهجر بالإيمان بالقرآن الكريم، الهجر بالتدبر القرآن الكريم، الهجر. ففي أنواع كثيرة، الاستشفاء بالقرآن الكريم، بالتحاكم بالقرآن الكريم. فإحنا ركزنا على موضوع هجر العمل بالقرآن الكريم وانطلقت منه في مبادرات. وانطلقنا من مبادرات. يمكن في حلقة نتكلم عن مشروع قيم الهدى، خاصة أنه قيم الهدى اليوم معانا هي راعي في إنشاء الدراسات والأبحاث الخاصة بالحلقة. أخيرا
الشيخ سعيد، اليوم هذه أول إطلالة إعلامية لك، والناس عرفتك من السوشيال ميديا. إيش ممكن تقول لنا في ختام هالجلسة عن تجربتك مع الانستغرام؟ والله تجربة كانت يعني أنا يمكن بدأت قريب جدا في انستغرام، مو من فترة بعيدة. كما ذكر الشيخ أحمد، هناك تعطش كبير جدا من الناس في سماع الآيات القرآنية، في تدبر الآيات القرآنية. في حاجة ماسة عند الناس لسماع القرآن. فأنا أشوف أنه لابد من جميع القراء، أي قارئ صوته جميل عنده أداء جيد يقتحم هذه المواقع، يعني زي ما يقولوا يعني ننافس ونزاحم أهل الباطل وننشر القرآن الكريم بالأصوات العذبة حتى يعني يعم الخير بإذن الله عز وجل. وأنتم قادرين بإذن الله. إحنا سعيدين اليوم بتواجدكم وسعيدين بهالإطلالة، وأسأل الله أن يكتب القبول لهالبرنامج، ونسأل الله عز وجل إنه فعلا نكون قد الحمل اللي تحملنا، إنه نكون سفراء لكتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل. في رحب الأوطان الأحلى للناس زرعنا الأفراح، ومفاهيم الدين المتلى يرسم طيف عبير فاح. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتاكل الأرواح، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح، من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. مضمون المنهاج الأغلى جاء لنا نور للصباح، يجمعنا بكتاب المولى للخير بوجه وضاح. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتاكل الأرواح، من سفراء الوحي تجلى